الفيديو اللي معانا النهارده هو فيديو انتحار شاب اسمه مصطفى نور، رمى نفسه من فوق قلعة محمد علي. بس قبل اي حاجه وزي ما اتعودنا هنصلي على النبي في تعليق، ويا ريت كل الناس تدعي لكل الناس ان ربنا يهدينا، لان احنا محتاجين الدعوه دي جدا جدا جدا، خاصه اليومين دول. واستاذن حضراتكم يا ريت تدوسوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نخش بقى على الفيديو. الفيديو اللي معانا النهارده لشاب اسمه مصطفى نور، رمى نفسه من فوق قلعة محمد علي وهو بيصور بث مباشر على الفيسبوك. مصطفى نور بقاله يومين بينشر منشورات على الفيسبوك فيها صور ليه حزينه وتلميحات معينه تدل ان هو حزين جدا اليومين دول، وانتهى بيه الحال النهارده انه يصور فيديو بث مباشر على الفيسبوك وهو بيوثق لحظه وفاته. قال في الفيديو ان سبب انتحاره هو والده، وذكر كمان انه راح برج القاهره ولكن منعوه من الدخول، وده اللي خلاه يلجأ لقلعة محمد علي. اساسا حضراتكم يا ريت كلنا ندعي له ان ربنا يرحمه يا رب ويغفر له، لانه ما يجوزش عليه غير الدعاء. دلوقتي نقفل بقى الموضوع ونخش على اللي احنا عايزين نتكلم فيه. اللي بيحصل لنا ده وحالات الانتحار المتكرره كل يومين بسبب قله ديننا، لا اكتر ولا اقل. يعني ايه واحد يبقى عنده ضغوطات او مشاكل ويلجأ للانتحار؟ الموضوع كارثه، ملوش اي مبرر غير قله دين، قله دين وقله وعي. لا والافظع من كده انه يذكر ان سبب انتحاره هو والده. انت متخيل والدك اللي بيحبك اكتر من نفسه يبقى هو سبب انتحارك؟ اكيد الموضوع فيه لبس خطير، لازم الشباب يبقى واعي اكتر من كده. وفكره الانتحار دي نلغيها من قاموس حياتنا تماما ونلجأ لربنا. اللي شايف ان كلامي صح يا ريت يدوس لايك على الفيديو.